حين تتهاطل الأمنيات ابتسم لها لتحقيقها وانظر إلى أعلاها إلى سقفها. التفت المتنافسون إلى نفس الهدف وبصمت ناطق يقول نريد الوصول إلى نفس المسعى. بدأت التوجيهات مبكرا والإجابات بالجاهزية كانت بسيطة. الملعب احتفى بالجميع تحت الضوء. من كان قريبا من إعادة توجيه الأضواء نحوه هو ميسي. كان أشبه بالمكافح، تعثر وعاود النهوض وحاول إيجاد الثغرة. كل شيء أمامه بدا كالحائط. طالب ناغلسمان الجميع بالثبات في أماكنهم وخالفه غالتي بالاتجاه صعودا. عهدت استفاقة بايرن ميونخ هجوميا إلى الصغير موسيالا. اعتمد على خفة حركته وحركة يد دوناروما كانت الأسرع في الاستجابة لرد الخطر. بعد ذلك تغلبت الأوجاع على قائد البي اس جي ماركينيوس. غادر الملعب مستبدلا بميكيل. الضغط يولد الأخطاء. الحارس سومر ضيع كرة في المنطقة الحمراء وصلت إلى فيتينيا، أرسلها بطيئة باتجاه الشباك لكن ديليخت وكأنه طار نحوها. لقد أوقفها قبل أن تصل إلى الخط. إنه الإنقاذ الذي يشبه تسجيل هدف. في الجهة المقابلة اعتمد هجوم البايرن على الضغط المتواصل. سجل الهدف. اتجه الجميع نحو توزيع الفرح على الجماهير. الحكم ألغى الهدف بعد العودة إلى تقنية الفار. في لحظة بناء الهجمة من الخلف أخطأ فيراتي في التقدير. غوريتسكا هيأ الكرة باقتدار نحو شوبوموتينغ. الطريق نحو الشباك كان سالكا. لكل هدف رد فعل. ميسي وضع الكرة فوق رأس المطرقة راموس. لم يكن يفصل بين الرأسية والهدف إلا يد سومر. تواصلت هجمات أصحاب الأرض التي كانت خاطفة. البديل سيرج جنابري كان فعالا. أضاف الثاني ليختم على ورقة عبور فريقه. في النهاية بايرن ميونخ أكد تأهله على أرضه وباريس سان جيرمان ضيعه على ميدانه.